يا باشا، عامل ايه؟ ازيك يا سعد؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك؟ الحمد لله. بقول لك ايه؟ انا عايز اشوفك ضروري. خير يا باشا، في ايه؟ لما اشوفك هتعرف. خلاص تمام. نتقابل في القهوة. باشا يا باشا. سلام. سلام. بص، الكلام اللي هقوله لك ده انا مش لاقي له اي تفسير. فيا ريت ما تسالنيش عن اي حاجه، لان فعلا مش هعرف افيدك. طبعا انت عارف ان عندنا بنحتفظ بكل السجلات القديمه لكل المساجين. اتسجنوا ليه؟ اتعدموا ليه؟ كل الحاجات دي بتتحط في الارشيف في الاوضه دي، ومحدش بيخشها لما يكون مضطر قوي. بس للاسف يوم ما دخلتها كان ليله سودة. ليه يعني؟ مش مهم السبب، المهم اللي انا لقيته جوه. ايه ده؟ دي سماعة تليفون، بنسميها التليفون المكالمة الأخيرة. عادة بنسمح للناس اللي هتتعدم إن هم يعملوا آخر مكالمة في حياتهم. بتبقى كلها اعتذارات، ندم، مش مهم. وطبعا المكالمات دي بتبقى متسجلة ومش بنسمح لأي حد إنه يسمعها إلا للضرورة القصوى. فين التسجيلات دي؟ مش هتحتاجها، أنت بس حط السماعة على ودنك وأنت هتسمع كل التسجيلات. نعم. طب ممكن خدها، كده كده مش محتاجها ومحدش هيسألني عليها. وعن إذنك عشان عندي مأمورية. الو. احمد باشا. ازيك يا سعد؟ تمام الحمد لله. بقول لك يا سعد، انت عملت ايه في القضية اللي انا قلت لك عليها؟ زي ما قلت لك يا باشا، سيب الكتاب عنده وبعد كده اعمل اللي احنا اتفقنا عليه. كنت واثق هتجيب مع النيابة؟ ما تقلقش. طيب انا هسيبك دلوقتي عشان عندي مأمورية، واول ما اخلص المأمورية نتقابل. سلام يا باشا. سلام. أنا فين؟ مش لازم تعرف انت فين. أنت مين؟ يا باشا، مش فاكر صوتي ولا ايه؟ جابر الساحر. سعد؟ قصدك جسم سعد. يعني إيه؟ أنا سعد مات؟ يعجبني ذكائك يا باشا. عايز مني إيه؟ عايز منك ايه؟ يا باشا، نسيت اللي عملته فيا انت وصاحبك الصحفي؟ انا هفكرك. جابر الشاب الغلبان اللي ما كانش ليه في اي حاجه، فجاه خلدوه ساحر ودجال، وكل الناس صدقت الاشاعات.
لدرجة إنهم كانوا بيروحوا لحد بيته عشان يحل لهم مشاكلهم، بس هو كان بيرفض يقابلهم لحد ما جه اليوم اللي أنت سبت لي فيه الكتاب قدام باب شقتي. فاكره يا باشا؟ دي كانت خطتك عشان قضية جارتي اللي اتقتلت بالسحر، القضية اللي أنت ما قدرتش تحلها. فلما تاخد أمر من النيابة إنك تيجي تفتش شقتي هتلاقي كتاب السحر وتتهمني أنا بالجريمة ده، فأنت رتبتك تعلى وسعد يبقى أول واحد كتب عن الموضوع فيتشهر كل الناس تتكلم عنه. بس اللي ما تعرفوش يا باشا إن الكتاب ده كان فيه تعويذة، التعويذة دي أقدر أنقل روحي لأي جسم تاني، وقبل ما تعدم بدقيقة واحدة بس نقلت روحي للسماعة اللي انت لقيتها في المخزن، ومن السماعة دي اقدر انقل روحي لأي حد يفكر انه يسمع المكالمات اللي متسجلة فيها، من ضمنهم مكالمتك انت وسعد لما كنتوا بتتفقوا انكم تحبسوني وتلبسوني قضية القتل. اتسجلت؟ وسعد سمعها عشان كده اتصل بيك وقال لك انا لازم اقابلك ضروري، بس ما لحقش عشان كان خلاص نقلت روحي في جسمه وهو مات. يعني ايه؟ عايز تموتني؟ ما بخافش من الموت. ومين قال لك ان انا هقتلك؟ بما انك ظابط كبير واقدر اوصل لاي حد ظلمني عن طريق جسمك، انا هستخدم جسمك عشان انتقم منه. لازم انتقم من كل اللي ظلمني، لازم كله يموت، لازم كله يموت. في الظلم شهوة بظهور ظالم، وفي النهاية بيرقع تحت رجل اللي ظلم. والغريب في لذة الموضوع إن ظلم الظالم ليه متعة تانية خالص.